أيها السيدات والسادة، إن الدول العربية حريصة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، غير أنها وللأسف الشديد تجابه بالتسويف والمماطلة ومحاولات إحباط مساعيها السلمية. فأما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا المشروعة بالجدية والمسؤولية ووفقا لهذه الأسس، أو أننا سنجد أنفسنا مرغمين على إدارة ظهورنا والنظر في خيارات أخرى. أيها السيدات والسادة، في هذه اللحظة يتعرض الفلسطينيون للقتل، الأطفال يتيمون ويفقد الآباء محبين، لا لسبب سوى أنهم متواجدون هناك. هل يسمح مجلسكم لهذا الوضع أن يستمر حتى ولو لساعة أخرى؟ والسلام عليكم ورحمة الله. ما أن صدر بيان وزارة الداخلية الذي يحظر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها، حتى خرجت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية بالتأكيد على ما يسمى بحق السعوديين في الاحتجاج السلمي، وتأكيدها أيضا على أن ذلك من حق الشعوب في ممارسة حرية التعبير. ما الموقف هنا؟ شكرا سمو الأمير. ترفض المملكة بشكل قاطع أي إملاءات أو تدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وأي كان مصدره، أي كان مصدره، كما نرفض المزايدة على حرص قيادتنا على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقهم، أو التعدي على كرامتنا وقيمنا الإسلامية الحنيفة التي تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة. إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليه. الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق يجب أن تظهر، ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا. وإننا ندعو جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلسكم الموقر حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما الصفحة الأخيرة طالما لم نقرر للمجتمعين إلغائها، ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقائنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها. أشكركم أيها السادة.
أساس أما عن النظرية التي تتهم الأصابع الخارجية في التدخل، فهي إصبع يأتي للمملكة سنقطعه. أما التدخل في الشؤون الداخلية لن نقبلها أبدا، كما أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأحد. نحن دولة تتكل على الشريعة الإسلامية، ولن نقبل لومة لائم في من يرون أن في هذا النظام شيء لا يريدونه. سعوديون والعزم فينا شعل النار، بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار.